بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمعي راديو هيتس في كل مكان، وحلقه جديده من ساعه كوره مع الثعلب حازم امام. معاكم انا ساعه من 3 ل 4 كل اثنين وخميس. طبعا هنتكلم في حاجات كتير، لكن دايما احنا عندنا ساعه، فبالتالي طبعا الاراء والاخبار يا ريت اللي بيخش معانا يتكلم سريعا، لان بيبقى عندنا تليفونات كتيره، وانا بحب دايما اسمع اخبار وراي الناس في اللي بيحصل في الكره المصريه والشأن الرياضي يعني العام في مصر. طبعا على 8802 رسائلنا، وعلى تليفون 3835961 مستني تليفوناتكم، مستني رسائلكم. الدوري المصري بيعود من جديد بعد طبعا توقف الدولي وفوز مصر على غانا، والحمد لله طبعا كنا الاسبوع الماضي او يعني الحلقه الماضيه يوم الاثنين الماضي على المباراه بشكل عام، وكان معانا مداخلات كتير، الناس بتتكلم في التليفون عن المباراه، وكان يعني الناس كلها مبسوطه. يمكن الناس كان مع الاداء، بعض الناس مش يعني شايفه الاداء مش هو المرجو من منتخبنا القومي، ولكن زي ما بقول دايما النتائج هي اللي الناس بتفتكرها. بعد 10 ولا 5 ولا 7 سنين هيكتبوا مصر كسبت غانا 2-0، مش هيكتبوا ان غانا لعبت كويس قدام مصر. يا ريت الحاجات دي نحطها في دماغنا. يعني خلاص مش عايز اتكلم كتير عن الماتش، خلاص راح بكل حلاوته بقى، ونبتدي نبص لقدام. مصر 6 نقاط على قمة المجموعة، يليها اوغندا 4 نقاط، وغانا بنقطة واحدة، وكونغو مفيش نقاط طبعا، على 0 من النقاط. طبعا معانا في بطولة افريقيا غانا واوغندا ومالي، يعني احنا برضه هنلاعب غانا تاني، وهنلاعب اوغندا، وهنلاعب مالي. طبعا بطولة هتبتدي في نص شهر يناير ان شاء الله باذن الله. نتمنى التوفيق لمنتخبنا القومي. طبعا برضه من الحاجات المهمة لمنتخبنا القومي ان هيبقى فيه طيارة ناقلة خاصة لمنتخب مصر، وتبقى الطيارة يمكن ده الاتحاد الكرة اللي عمل وشركة طبعا برزنتيشن عملوا مع شركة النيل، طيران النيل، يبقى هو سبونسر للاتحاد المصري وسبونسر لفرقة منتخبنا القومي. هيبقى فيه مفاجأة بشكل كبير جدا للناس، لأول مرة في مصر يكون فيه طيارة للمنتخب القومي. ابتدى يحصل حاجات كتير الحمد لله في اتحاد الكرة كويسة. ان شاء الله نتمنى الكل يعني يتضافر عشان نوصل لكأس العالم، هو ده الهدف الأسمى بإذن الله. هرجع للدوري العام. الدوري العام ابتدى امبارح بمباريات الشرقية وأسوان، المقصة والداخلية، النصر التعدين وبتروجيت. الشرقية بيفوز أول فوز ليه منذ عام 99، يمكن ما لعبش في الدوري كتير، لكن آخر فوز كان ليه سنة 99. امبارح بيفوز على أسوان، فوز مهم جدا جدا، وأول مباراة لماهر عقيلة المدير الفني الحالي القائم بأعمال المدير الفني، نظرا طبعا لاستقالة الكابتن طارق يحيى، وبيفوز 3-2 على أسوان. المباراة الثانية على التوالي بيهزم، يمكن هزم الأسبوع الماضي من النصر التعدين، والنهارده بيخسر من الشرقية. طبعا نتائج صعبة لعماد النحاس. المقصة بيفضل على القمة ويرجع تاني للقمة ب21 نقطة بفوز مهم، وأحمد الشيخ وهداف الدوري بهدف واحد من ضربة جزاء لأحمد الشيخ. والنصر التعدين بيهزم من بتروجيت في الدقيقة 95 2-1. بس عايز اقول الحق يعني ان النصر التعدين مع أسامة عربي اتغير الحال تماما، الدنيا اختلفت بشكل كبير، بقى في نوعا ما تحس فرقة عندها احسن بكتير من اول مباريات، طبعا مع ان انت بتلعب الاسبوع التاسع، فده طبعا بيخلي اللعيبة تاخد الخبرة شوية. النهارده في ماتشات حتى الان، امبي والمقاولين، فوز المقاولين على امبي 2-1. انا مش عارف ايه اللي بيحصل في امبي بصراحة، بقت نتائجهم غريبة جدا، فرقة كويسة جدا جدا جدا، ولكن ادائهم ونتائجهم غريبة. يعني عندهم اسامي لعيبة مهمة بشكل كبير، عندهم مدرب كويس، اللعيبة اللي موجودة كلها مفرداتها كالوحدها بتدي مفروض تشكيل وبتدي فرقة كويسة، ولكن نتائج غريبة جدا ل امبي حتى الآن. لكن طبعا لسه الماتش ما خلصش، وبالتالي هنشوف ايه اللي بيحصل في امبي. لكن انا اعتقد ان لو امبي خسر النهارده يعني يبقى قاب قوسين او ادنى من تغيير مدرب كابتن علاء، وان بقى امبي يعني بيغير مدربين كتير وما بيبقاش يفضل على حاله بشكل كبير جدا، وبقى بقاله 2-3 النتائج في امبي مش كما يجب ان يكون. طيب عايز اقول لكم برضو النهارده في اول مباراه لميدو، احمد حسام ميدو، وادي دجله مع سموحه، وهي ابتدت خلاص، هي المفروض 3:15 بتبتدي، يعني بقى له تلت ساعه، هنعرف برضو كام حتى الان. ماتش صعب لوادي دجله مع سموحه، مع الكابتن حلمي طولان برضو اللي قادم حديثا للدوري المصري بعد طبعا فييرا ما اقيل من منصبه، والاتياء يعني
كابتن حلمي طولان دلوقتي على راس الجهاز الفني لسموحه. سموحه وادي دجله 3-4. اول مباراه لاحمد حسام ميدو، يمكن شفنا تبادل كده للاماكن بشكل حضاري جدا ما بين كارتيرون وميدو، وكان في يعني حاجه رائعه بين الاثنين، وهم قاعدين في حفله واحده وبيسلموا بعض وبيسلموا على بعض. نتيجه حتى الان 0-0 بين وادي دجله وسموحه على فكره، وشكل مظهر حضاري جدا جدا لان مدرب بيمشي ومدرب بيجي في قاعده كويسه. يمكن نادي وادي دجله عملها بشكل رائع. طبعا ازمه الدولار اثرت كتير جدا، الراجل ده كان بياخد حوالي 120,000 دولار، يعني حوالي بعد بقى الدولار ما وصل ل 15 ارقام كبيره جدا، يمكن مليون وشويه. فطبعا اداره وادي دجله لقيت الموضوع هيبقى صعب جدا، فاستعانت بالمستشار الفني. هو كان ميدو بيشتغل مستشار فني من بدايه الموسم، وكان عارف الدنيا فيها ايه ومتابع الاجواء بشكل كويس، وبقى هو المدير الفني. نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. هنتكلم في حاجات كتيره، مستني طبعا رسائلكم وتليفوناتكم، لكن عايز اقول لكم برضو على موضوع عماد متعب امبارح او اول امبارح في التمرين بيعملوا تقسيمه 11-11، وكابتن حسام البدري طلعوا من التقسيمه. طبعا كل شيء يعني المدير الفني هو الادرى مننا في كل شيء، ولكن يعني لما بتكلم من شكل من بره، انا مش عارف الظروف ومش فاهم الدنيا فيها ايه جوه، لكن بتكلم من بره. لما بيكون عندك بتلعب تقسيمه في التمرين وما تحطش فيها متعب حتى، فهي فيها نوعا ما مش اهانه، بس يعني تقليل جدا جدا لمتعب، حتى لو هو مش هيلعب، حتى لو هو مش موجود. ولكن يا جماعه يعني الراجل على يعني اكيد مش بقى يعني ما يلعبش التمرين كمان، هيروح فين طيب؟ هتكلم بشكل تاني بعد التليفون. معايا تليفون ممدوح. مساء الخير ممدوح. مساء الخير يا كابتن زوما. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك انت؟ تمام كله كويس. الله يخليك. بقول لك ايه يا زوما؟ قول لي يا حبيبي. قول لي يا دوحه. الله يعني احنا الشهر ده شهر نوفمبر. تمام يا حبيبي؟ تمام. يوم 30 نوفمبر في ذكرى عندك؟ في ايه؟ يوم 30 نوفمبر في ذكرى عندك؟ ذكرى؟ اذا كنت ناسي الذكرى انا هفكرها لك يا حبيبي. فكرني والنبي يا دوحه، والله ما شايف. يعني 30 نوفمبر 66 ماتش العمر لكابتن مصر واحرف من جابته مصر كابتن حماده امام، الله يرحمه. في الذكرى ال50 باليوم دوت. ده ايه الماتش حصل ايه؟ كان 66 وانتوا ويست هام 30 نوفمبر 66. ده جاب 3 اجوان يوميها الماتش ده بابا. يا ريت يا كابتن كده، انا عايز اسال كابتن محمد لطيف وهو بيقول الاجوان اللي بيجيبها كابتن حماده. يعني ومنين انك تحقيقك واضح انك التاريخ حافظ التاريخ كله، يعني صعب قوي. لا على تاريخ الزمالك او كابتن حماده انا عندي مجلدات ليه. لا والله العظيم، ويا ريت انك تاخد نمرتك وبعد الهوا تبقى تكلمني عشان اقول لك انا مين، وساعتها تعرف انا عندي مجلدات لكابتن حماده والله. طب وعندك حد تاني ولا بس الكابتن حماده بس؟ لا ده كابتن حماده دوت هو اللي عمل الزمالك. هو حد ينكر الكلام ده؟ الكابتن حماده هو اللي عمل اسم الزمالك في الستينات، ده حاجه. طبعا الحمد لله. يعني اللي ينكر كده هو من الزملكاويه، لا الكابتن حماده هو اللي اسس النادي دوت ولم الشعبيه الكبيره اللي بقت بالملايين النهارده. كابتن حماده يعني كلنا متورطين، يعني كابتن حماده دوت ابا عن جدا يعني. ربنا يخليك يا استاذ ممدوح. انت بتكلمنا منين؟ من العربيه ولا من الشغل ولا منين؟ بتكلم من العربيه، انا ناحيه شارع رمسيس كده اهوت. والدنيا كويسه ولا زحمه؟ زحمه بقى النهارده الخميس، انت عارف بقى اخر الاسبوع ده بقى عمليات السفر واللي رايح واللي جاي واللي بتاع، فتبقى البلد كلها يعني ايه واقفه كده على بعضها. ربنا معاك يا حبيبي. شكرا يا استاذ ممدوح، وبشكرك انك فكرتني بيوم حلو اكيد لينا كلنا وليا يعني يعني هو فاضل له اسبوعين بالظبط، يعني الاربع اللي بعد الجاي. خلاص خش معانا الاسبوع بعد اسبوعين وقول لنا تاني الموضوع ده. ماشي 66 يعني الذكرى ال50 للماتش ده بالظبط. تمام بشكرك يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا حبيبي. شكرا جزيلا يا استاذ ممدوح، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا حبيبي، شكرا جزيلا يا استاذ ممدوح. مستنيين تليفوناتكم يا زوم. عايز اعرف موقف اتحاد الكوره مع كوبر في حال لا قدر الله تعثر في افريقيا، هل سيستحمل النقد وسن السكاكين ولا راجل مكمل؟ لا اكيد هيكمل. يعني طبعا الناس لو حصل حاجه، انا عايز اقول لكم حاجه على فكره، بطوله افريقيا يعني مش من يعني مش ده بالنسبه لي انا على فكره، مش بتكلم كعضو اتحاد، كحاسم الراجل اللي بفهم كوره او يعني ادعي ان انا افهم كوره. انا مش من اولوياتي ان انا اخد بطوله افريقيا، من نفسي طبعا اخد بطوله، بس انا شايف ان احنا اولوياتنا كاس العالم.
فيا ريت، انا عارف طبعا الناس هتقعد مستنيه الراجل لو خسر يا عم مشيه، ده هو ما عندوش فكره، ده هو ده خلاص ده كسب بالصدفه والحاجات اللي احنا هنسمعها اللي انا عارفها قبل ما طبعا ما نلعب البطوله نفسها. الراجل ده الهدف الاساسي بالنسبه له هو جاي عشان 2 تارجتس، انه يوصل لبطوله افريقيا وانه يوصل لكاس عالم. عمل اول تارجت وهو وصل لبطوله افريقيا، يكسب بقى. على فكره انت مش لازم تكسب كل بطولات عشان تكمل وتبقى عظيم يعني، لكن تلعب بتأدي بشكل كويس. لكن الهدف بالنسبه لي هو الاهم، هو كاس العالم. واتمنى من الناس انها يكون عندها الوعي ده، اتمنى من الناس حتى اللي كارهه اتحاد الكوره، وفي ناس كتير للاسف كارهه اتحاد الكوره، مش كتير قوي بس في ناس كارهه الاتحاد وعايزاه للاسف عشان يفشلوا الاتحاد، فيقول لك عايزين المنتخب يخسر. للاسف الشديد في ناس عقلياتها كده، ويبقى عايز المنتخب يخسر عشان يطلع يشمت يقول لك اهو انا صح كلامي صح، او ان الراجل ما عندوش فكره. يعني نتمنى يا جماعه تحطوا مصلحه البلد، ان فرحه ان حد يروح كاس عالم او نطلع كاس عالم بعد سنه 90 اكيد فرحه لناس كتيره جدا، اللي ملوش اجندات، اللي راجل بتحب البلد للبلد، اللي الناس بتحب الكوره للكوره، الناس عايزه تشوف مصر في كاس عالم، هيبقوا مبسوطين قد ايه لما تشوف مصر في كاس العالم. اتمنى من الناس اللي ليها يعني بعض الحاجات ليها ارائها، ممكن يبقى رايهم من الاتحاد ده مش كويس، عنده مشاكل، لكن يفصل ما بين اللي بيدير وما بين اللعبه نفسها، وان انت تتمنى انك مصر تكسب او تخسر يعني. خلينا نطلع لاول لينك معانا نانسي، نروح لنانسي عجرم ونرجع نكمل كلامنا. الاول لوادي دجله يتقدم على سموحه، ماتش حلو اكيد وماتش فيه اهداف كتيره، او اعتقد سموحه هيبقى ليه ردة فعله وممكن وادي دجله يزود الاهداف شويه. عايز كنت بتكلم على موضوع عماد متعب. طبعا انا بحب عماد متعب جدا، على المستوى الشخصي هو محترم جدا، انسان محترم ما بيعملش مشاكل. يعني اللي بيحصل له انه بيقعد احتياطي كل السنين دي، بقاله 2 أو 3 تقريبا بيقعد احتياطي على طول، ما اعرفش ليه، مع ان في سنه كان بيقعد احتياطي بينزل يكسب النادي الاهلي على طول، اللي بعديها برده مع السنه اللي فاتت شفناه كتير بيقعد احتياطي مع مارتن يول وما بيتكلمش السنه دي. ولكن حتى النهارده لما كان حسام بدري حطه بره الفرقتين في التمرين تقيله قوي بصراحه، يعني ممكن ما تلعبوش. انا برضو يعني بحترم كابتن حسام طبعا، لكن ده تمرين يا جماعه، يعني خلوا الولد حتى ينبسط في التمرين. الماتش ده بتاعك، تحطه وما تحطوش دي بتاعه المدير الفني، لكن التمرين يعني حتى هي اهانه بصراحه ليه، ان واحد بقيمه الكبيره لعماد متعب. واللي انا شايف لغايه دلوقتي والله ان عماد ده لو لعب 3-4 ماتشات ورا بعض هيبقى احسن من اي حد موجود، لان ما فيش حد اساسا اثبت نفسه حتى الان كراس حربه في النادي الاهلي. فنتمنى ان الموضوع يتحل سريعا، نتمنى الموضوع ان الناس لو متعب يا جماعه اقعدوا معاه، انت يعني احنا عايزينك، لو مش عايزين متعب شوفوا هو عايز ايه، عايز يمشي عايز يعتزل، بس خلوا دايما الحاجه الحلوه اللي موجوده ما بين علاقه النادي الاهلي وواحد من افضل اللعيبه اللي جم، واللي كان سبب من اسباب مهمه مع لعيبه مهمه ان يحصل الاهلي على بطولات كثيره في ال10 سنين اللي فاتت. خلينا نروح لهاني. مساء الخير يا هاني. زوما حبيبي، ازيك يا هاني؟ معاك هاني من اسكندريه. ازيك يا هاني، عامل ايه؟ عامل ايه يا زوما؟ وحشني. اخبارك ايه؟ الحمد انت في لله. اسكندريه ولا في مصر؟ لا انا خلاص بقى في مصر وراجع دلوقتي على اسكندريه. طب حلو، في الصحراوي يعني ولا ايه؟ 15 مايو وواقف وقفه دايما يا اخي 15 مايو ده واقف على طول، ما اعرفش ليه. والله انا واقف قوي بصراحه. يلا معلش، انت اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ طمنا عليك، كله كويس؟ كله الحمد لله تمام. قول لي ايه؟ بص يعني انا هتكلم كده في نقطتين صراع طبعا. اتفضل. انا هتكلم عن المنتخب. انا البوينت بتاعتي انا برضو ادعي ان انا افهم في الكوره. انا شايف البوينت بتاعت كوبر دي، الراجل ده لو مشي سواء كسبنا افريقيا او خسرنا افريقيا احنا كده بنهد المعبد. الراجل ده لازم يكمل. الراجل ده حط ايده على اللعيبه. انا ما اعتقدش ان لو جاء اي مدرب مصري من المرشحين اللي هو اللي الناس بتقولهم او الاعلام هيكتشف لعيبه زي توليفه علي جبر مع حجازي تريزيجيه ده اكتشاف كوبر. يعني تريزيجيه في المنتخب ده اكتشاف كوبر. فالراجل ده انا مش عايز العب اداء. انا كنت في اقوى فريق في افريقيا في 2008 و2010 ما نوصلش يعني بالظبط. شايلت الجزائر 4 وشايلت الكاميرون 3 وشايلت الكوت ديفوار 4 وما وصلتش. انا شايف الراجل زي الفل ماشي كويس خلاص. انا دي البوينت اللي انا شايفها. تاني حاجه انا هتكلم برضه عن اللي يخصني في الزمالك. طبعا انت عارف انا هتكلم على مين اكيد، على شيكابالا. قول. انا شايف شيكابالا ما ينفعش يمشي. ولو العرض اللي جه لا الاماراتي او
منه الدوري والسنه الجايه افريقيا او بطوله العرب اللي هم داخلينهم زي دلوقتي. انا شايف ان هو انت شايف شيكابالا مؤثر في نادي الزمالك؟ طبعا. طبعا انا شايف شيكابالا مؤثر. معلش يعني انا مش بدافع عنه عشان انت عارف انا بحبه، بس انا مش بدافع عنه عشان انا بحبه، بس انا بالنسبه لي انا كراجل زملكاوي انا اهم ماتشين او احسن ماتشين لعبتهم السنه دي شيكابالا هو السبب فيهم. الاهلي 3-1 هو اللي عامل الجول والبينالتي الباسم، وماتش الوداد كان احسن لعيب في الماتش بيهاجم وبيدافع. فانا وما ينفعش استغنى عن شيكابالا الوادي دجله وايمن حفني الامارات، يبقى انا تاني بهدم الزمالك وهضيع بطولات سواء الدوري او افريقيا زي السنه اللي فاتت بالظبط. لان انا لغايه دلوقتي زعلان على الزمالك اللي هو ما خدش بطوله افريقيا. انا لغايه دلوقتي يعني زعلان لان انا كنت شايف ان هي اسهل بطوله ضاعت بالزمالك، لان ما كانتش تقيله جدا، ما كانتش تقيله قوي. وانا في سان داونز لما شفتهم في الملعب سواء في جنوب افريقيا او هنا في مصر، انا رحت بالماتشين، لا مش فريق مرعب، مش فريق مرعب خالص. والبطوله ما كانتش فيها حد هيفي ويت زي الاهلي في حالته او الترجي او الصفاقسي او الناس دي. فانا دول البوينت بتاعتي. كوبر لازم يكمل وتفر النتيجه. طلعنا في افريقيا ثاني مجموعه، ثالث مجموعه، احنا عايزين نوصل كاس عالم. طب في ناس بتقول لك اصل يعني المنتخب ما بيلعبش كوره حلوه وبيكسب يعني بالحظ كده ان هو بيكسب وهو مش ماسك الملعب، يعني في ناس كده. وانا يعني انا راضي عن الناس دي، ان انا لما لعبت حلو وكان عندي اعظم جيل وكان عندي ناس ما تتعوضش ما وصلتش. بس انا هدي البوينت. انت كنت ايام كابتن جوهري وانت بتلعب ازوما ما كنتش كنت بتلعبوا كوره حلوه وكنت منتخب جامد وكان بتحصل حاجات. الجيل اللي بعد كده ابو تريق بركات وميدو وزيدان والكلام ده وما وصلناش. دلوقتي الراجل عامل توليفه مش هقول اللي هي الواو، بس انا شايف ده كويس. يعني الراجل ماشي كويس، الراجل كسب نيجيريا، كسب غانا، عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ واحنا يعني انا سوري في اللفظ اللي انا هقوله، بس احنا مش ناس نلعب بالكوره متعه يعني. يعني احنا مش زي غانا ونيجيريا، احنا مش برازيل افريقيا. احنا بنلعب ممكن في وقت من الاوقات كنا يعني عندنا الاداء الجيد جدا، لكن هم عندهم بيلعبوا اداء وبيوصلوا كاس عالم، احنا ما بنعرفش نوصل لكاس العالم. بالظبط. وكل مره احنا بنطلع فرقه بنشهر فرقه. السنغال، كوت ديفوار، الجزائر، بنشهر احنا الناس دي. يعني انا شايف ان احنا لازم فول سبورت ليه قبل ماتش اوغندا. كسبنا اوغندا هنا او كسبنا ماتش علينا ماتش ومع الكونغو هنا ان شاء الله. طبعا ده ان شاء الله يكون مضمون الموضوع خد. فما ينفعش اقطع في الراجل ولا وبيلعب كوره وحشه يعني، لا يلعب الراجل شغال في الفوت. تمام. بشكرك يا هاني، شكرا جزيلا. طبعا بشكر طبعا هاني على مداخلته. رايه ان شيكابالا ما يمشيش من نادي الزمالك. بقى في دايما كده لعيبه الجمهور بيرتبط بيها، تلعب كويس ما تلعبش كويس، بس دايما الجمهور يحب يشوفها في الملعب، يحب يشوفها متواجده. وده اللي كنت بتكلم عليه على متعب، برضه نفس الكلام على شيكابالا. لكن شيكابالا طبعا بيلعب اكتر شويه من متعب، وهو اصغر من متعب طبعا، لكن برضه نفس الكلام ابتدى يطلع ان شيكابالا ممكن يمشي من الزمالك. بس انا بتكلم هنا الحاله مختلفه شويه، ان هو موجود اوريدي وما بيلعبش خالص، وحتى ما بيتمر يعني التمرين كمان وهو اتضايق وطلع من التمرين. شيكابالا لو ما لعبش في الزمالك هيروح نادي تاني يلعب فيه وهو عنده سنه صغير. لكن طبعا انا اتمنى على المستوى الشخصي ان شيكابالا يبطل في نادي الزمالك ويفضل موجود في نادي الزمالك. وانا اعتقد شيكابالا يعني اتعاملت معاه كلاعب زميل وكأنا مسؤول وهو لعيب، بصراحه اختلف الحال. وهو صغير طبعا كان عصبي جدا، ساعات بيعمل مشاكل كتير، لكن منذ ان يعني رجع لنادي الزمالك تاني بعد من سنتين فاتوا دول، والراجل ما بيفتحش ما بيتكلمش، ما فيش اي مش بيطلع بيتغير بينزل بيلعب 5 دقايق بيلعب 5 دقايق، ما بقاش دي اي مشكله. وهو كمان كابتن الفرقه وقائد بصراحه، واللعيبه بتحبه. فنتمنى نشوفه ان شاء الله دايما في حاله كويسه. عن ماتش الزمالك طبعا بكره مع طنطا، عايز اقول لباسم مرسي الف مبروك على جوازه، وان شاء الله ربنا يا رب يكون فتحة خير عليك، وطبعا نجم كبير
واتجوز امبارح. كان تقريبا يعني كان في حفله كده، كان يوم الجمعه ان شاء الله بعد الماتش هيكون الفرح باذن الله، ان شاء هيكون الفرح بعد الماتش ان شاء الله باذن الله. اتفق لاعبو نادي الزمالك واعضاء الجهاز الفني على مغادره ملعب بيترو سبورت بكره فور انتهاء مباراه طنطا ضمن الاسبوع التاسع، وذلك للحاق بحفل زفاف باسم مرسي مهاجم الفريق ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقه، الف مبروك يا باسم، وان شاء الله تكون وشها حلو عليك زي بكره عنده ماتش مع طنطا. ممكن يكون راس حربه مصطفى جعفر، احمد جعفر، ممكن يكون ستانلي، كلهم بكره متواجدين. الحال بقى احسن بكتير، الاصابات قلت نوعا ما شويه، فمؤمن هيبقى عنده رفاهيه الاختيار ان شاء الله، ونشوف التشكيل هيبقى عامل ازاي. الاهلي عن الانتقال لاستاد القاهره او السلام لم نتلقى ردا على خطاباتنا. الاهلي طبعا بيلعب في بيترو سبورت، لكن كلنا عايزين نشوف الاهلي والزمالك بيلعبوا في استاد القاهره طبعا. مرتضى منصور وجه 4 رسائل لمتعب وشيكابالا وصبري رحيل واسلام جمال. مرتضى منصور يرفض سداد مستحقات صبري رحيل، وشاء ليه 227,000 جنيه. بيقول هو ده الكلام ده كان ايام رئيس النادي السابق ممدوح عباس، وهو طبعا بيقول ان هو ماليش دعوه. طبعا الكلام اكيد هو على نادي الزمالك وليس على رئيس النادي فقط، فبالتالي يعني ان شاء الله الامور تتحل. طبعا هو تبقى مشكله فجاه بيجي له فجاه كده يطلع له حاجه من تحت الارض يقول له انا عايز فلوس، اكيد بيبقى متضايق، لكن هو على النادي وليس على الشخص. طبعا الكلام ده كلنا عارفين. مرتضى منصور يكشف سبب رحيل اسلام جمال. هو بيقول انه عدم التزام اللاعب، لذلك وافق على رحيل يعود اكثر بريقه للقلعه البيضاء. حصل لاسلام انه راح برضو اعاره السنه اللي فاتت لاسماعيلي ولعب بشكل كويس، وسبحان الله رجع راح لاعب ماتشات الكاس ولعب اساسي في ماتشات الكاس، لعب الاسماعيلي وراح لاعب الاهلي كسب 3 وخد الكاس، وبعدين بقى اساسي لعب ماتشات فاينل افريقيا ولعب كاس ولعب منتخب مصر ماتش الكونغو اساسي، وكان هو الماء راكب بشكل كبير جدا. وفجاه الامور اختلفت تماما، ما لعبش في الزمالك وما خدش منتخب مصر، والامور اتقلبت فجاه على اسلام، لكن ان شاء الله يرجع تاني بشكل كويس. خلينا نطلع لفاصل نسمع مصطفى قمر ونرجع نكمل كلامنا. وبقيت الاسبوع مع كابتن سيف زاهر، كنت بتكلم على كابتن عماد متعب. خلينا ناخد صحفي طبعا من اليوم السابع محمد عراقي، وهو طبعا متابع اخبار النادي الاهلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ واهلا بيك وكل مستمعين حضرتك الكرام. ربنا يخليك يا حبيبي. قول لي بقى ايه اللي بيحصل في انت اكيد متابع للنادي الاهلي، متواجد بصفه دوريه ويوميه تقريبا في النادي الاهلي. التمرين كان موجود، ما اتحطش في التقسيمه، زعل متعب، ايه اللي حصل بالظبط؟ قول لنا كده. والله يا كابتن اقول لحضرتك الموضوع زي ما حصل، يعني زي ما حصل بالظبط. هو كان في تدريب شغال عادي، كان بادئ بجزء بدني زي ما بيبتدي على طول كابتن حسام، كان مشارك فيه كل اللعيبه. ابتدى في نص التمرين تقريبا كابتن حسام قرر ان هو يعمل تقسيمه، يعني لتجربه بعض الجمل الخططيه اللي هو عايز يلعب بيها في ماتش الانتاج الحربي اللي هو يوم السبت ان شاء الله. فابتدى خلاص هو عنده 25 لعيبه في التقسيمه، وعايز 22 لعيب بس عشان يعمل التقسيمه 11 قدام 11، فالمفروض يطلع 3 لعيبه، فهو طلع انطوي وطلع عماد متعب ومحمد حمدي زكي، لاسباب ان هم الثلاثه كانوا لسه راجعين من، يعني اللي لسه راجع من اصابه واللي لسه راجع من استبعاد. يعني انطوي كان بقى له فتره كبيره مش مشارك، متعب كان لسه عنده مشكله في المعده اليومين اللي قبلها، حمدي زكي برده كان لسه عامل اشاعه وكان عنده مشكله في الركبه، فهو استبعد الثلاثه اللي هم كانوا لسه يعني راجعين من الاصابات. استبعدهم وقال لانيس الشعلالي اللي هو مخطط الاحمال، قال له ابتدي اشتغل معاهم بدني لحد بس ما نفس كذا حاجه ويرجعوا تاني. ده اللي حصل بالظبط. فطبعا خرجوا الثلاثه، بس كابتن عماد طبعا كان باين عليه ان هو يعني متضايق طبعا، زعلان طبعا من الموضوع. فهو راح بعد ما راح الناحيه الثانيه بعيد خالص عن كابتن حسام، شاط الكوره كده يعني بعيد خالص ناحيه المدرجات كده، ناحيه مدرجات التتش، وابتدى يتكلم كلام اللي هو متضايق، يعني اللي هو يتمتم بكلمات كده ان هو راجل متضايق وزعلان من اللي بيحصل وبتاع. بس الراجل بصراحه استجاب، يعني ما مثلا ما عملش اي تصرف غير لائق او ما عملش اي حاجه مثلا خارج الاطار. هو ابتدى الراجل يتدرب عادي مع انيس الشعلالي، وبعد كده دخل جوه شويه، كابتن سيد حفيظ دخل له وكان كابتن شريف اكرامي، بعدين خرج تاني التحق بالتقسيمه اللي هي الاخيره بقى مع الفريق، هو برده جون انطوي ومحمد حمدي. طبعا الموضوع طبعا يعني بعد كده خد طبعا ابعاد كثيره، يعني دي مشكله كبيره مع كابتن حسام، خصوصا كابتن حسام مش من نوعيه المدربين اللي هو ممكن يقبل التجاوز معاه. ما بيعديش يعني. لا ما بيعديش التجاوز، يعني ما بيعملش نفسه مش واخد باله وبتاع. لا وفي قبل كده وقائع، يعني امير عبد الحميد قبل كده كان اتخانق معاه، حارس المرمى كان اتخانق معاه في قصه اللبس، مشاه ثاني يوم من النادي. ده حتى امير عبد الحميد اللي قال الواقعه ديت، ان هو قال انا بعد خناقه بيوم واحد مشيت من النادي.
فهو مش معروف كده. بس برضه كابتن حسام يعني قلل من الموضوع، يعني قال ان هو طبيعي ان متعب يبقى متضايق او ان هو يخرج من تشكيله او يخرج من تقسيمه، ده طبيعي. غير ان هو ما تجاوز، ما عملش حاجه تستدعي ان هو مثلا يتم يعني. طب ليه الموضوع كبر كده ليه يعني يا محمد؟ يعني ليه الناس مكبره؟ هو في الاهلي مش واخدين على كده، في الاهلي مش واخدين ان ممكن لاعب مثلا يشوط الكوره في المدرجات او مثلا ان يعني مش وارد. وغير كده كمان ما حدش ينكر ان كابتن عماد متضايق جدا، متضايق بشكل كبير. وما لعبش السنه دي تقريبا خالص، متهيألي ما لعبش ولا ماتش، وده باين حتى بعيدا خالص عن الواقعه دي. قبل كده كمان كابتن عماد مش منتظم في التدريبات. لو حضرتك متابع حاجه اكيد طبعا متابع، شايف ان هو يوم بيجي تدريب، اليوم اللي بعده ما بيجيش، ايا كان ايه الاعذار، سواء اصابه سواء مثلا ظروف خاصه او كده، بس هو تحس ان هو مش مركز. طب هو شايف ان على حد علمي متعب عقده يخلص السنه دي، متهيألي عقده يخلص السنه دي. بنحاول يوقع على اي نادي في يناير. فعلا ممكن يمشي في نادي، ممكن متعب يمشي من النادي الاهلي. يعني في مثلا امبارح يعني شفنا مشروع منصور بيقول يجي الزمالك، هل ممكن متعب يجي في يوم من الايام الزمالك ولا يعني ساعه الجد؟ في انديه يا كابتن طلباه، في انديه طلباه، لا هو هيخاف ساعه الجد، هيخاف. بس في انديه فعلا طلباه، وادي دجله طلبه، سموحه طلبه، الزمالك طبعا في كلام منه، كلام كمان على سما مسؤولين، يعني في كلام على نطاق عالي. مش رئيس النادي الزمالك نفسه قال متعب يعني، فبالتالي ونادر شوقي، بس نادر شوقي اكد ان امبارح هو وكيل متعب اكد ان متعب مش هيمشي في يناير، يعني مش هيمشي اللاعب يعني ملتزم بتعاقده مع الاهلي، وان هو لو هيمشي في اخر السنه بقى، يبقى من حقه ان هو يعني. بس هو ستيل لسه عايز يلعب كوره. لا كابتن عماد رافض خلاص موضوع الاعتزال، عماد متعب مش هيعتزل. يعني اللي حضرتك تستغربوا ان غالي ممكن بيفكر ان هو ممكن يعتزل، يعني غالي بيفكر ان هو بعد الموسم ده يعتزل. متعب الموضوع مش تقريبا مش في دماغه خالص، يعني هو قال ان انا ممكن ادي سنه او 2 كمان. تمام. يعني هو شايف ان هو لسه قادر يدي، وهو شايف ان هو في التدريبات بشكل كويس. غير كده ان هو شايف حاجه ثانيه بقى مهمه ثانيه، ان هو شايف ان مفيش حد احسن منه، وده اللي مضايقه. يعني هو شايف ان في ناس بتاخد فرص وهي ما بتأديش، او ناس بتاخد فرص وهي مستواها اقل منه، فهو بس بيطالب بالفرصه، ان هو قال يا جماعه انا عايز فرصه، ادوني فرصه. طبعا ده الكلام ده من المقربين مش لكابتن حسام. وعلى فكره ما فيش اي حوار دار بينه وبين كابتن حسام حتى بعد الواقعه، ما اتكلموش تماما. وكابتن حسام مش من نوعيه المدربين اللي هم يعني بيتعاملوا بشكل ان هو كتير الكلام الكتير وكده، لا هو دايما بيبقى يعني حد شويه في التعامل، ما فيش اللي هو فكره يقعد مع حد زعلان يقعد يرضيه، لا ما عندوش القصه دي خالص. حتى بعد المشكله دي كلها تقريبا ما حدش قعد مع كابتن عماد خالص. مش لا ولا كابتن سيد عبد الحفيظ ولا حاجه. كابتن سيد بس، هو كابتن سيد في الواقعه نفسها لما حصلت، وكابتن سيد خرج بعد كده قال ان يعني الموضوع يعني هو الراجل ما تجاوزش او ما عملش حاجه تستدعي ان هو يتم عقابه عليها، والموضوع ماشي عادي، وان هو هيشارك في التدريب اللي هو بعد ساعه تقريبا من دلوقتي، اللي هو المفروض دلوقتي اللي هو التدريب اللي قبل الاخير قبل ماتش الانتاج الحربي. هو ممكن يخش الفرقه الماتش اللي جاي مع الانتاج الحربي؟ هو ممكن يخش، بس هو مش هيخش يعني. هو جاهز وما عندوش مشكله. انا قصدي ممكن كابتن حسام ياخده، ولا مستبعد ان هو ياخده معاه؟ لا مستبعد جدا، لان هو اول بعيدا حتى عن المشكله بتاعت امبارح، هو اساسا مش جاهز، لان هو في التدريبتين اللي قبل التدريب بتاعت امبارح تقريبا ما شاركش فيهم. لانه كان عنده مشكله في معدته، وهي المشكله حتى ستيل لسه موجوده معاه. هو عنده مشكله كبيره في معدته بقى لها فتره على فكره، يعني هو حتى راح لكذا دكتور بره النادي لان هو مش عارف لها السبب، يعني فكره ان هو بيجي له مشكله كبيره، وجع على طول في المعده وكده. فما اعتقدش ان هو غير كده هو ما شاركش في التدريبات، وغير كده كمان ما شاركش في التقسيمه بتاعت امبارح. واضح كده ان هو خارج حتى ال 22 لعيب، مش ال 18 كمان، ده هو خارج ال 22 لعيب. عايزين ان شاء الله الموضوع ده يتحل بقى ونشوف متعب تاني. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا طبعا زميلي العزيز محمد عراقي صحفي اليوم السابع، وطبعا المتابع النادي الاهلي. يعني اتمنى طبعا الدنيا تهدى، وان يعني انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا اتكلمت كذا مره عن الموضوع ده، يعني ياخد ربع ساعه تلت ساعه، جربوها يا جماعه. يعني ما هو الناس كلها ما حدش اثبت نفسه كراس حربه لسه في النادي الاهلي، وهو موجود. يعني طبعا زي ما قلت لكم دايما المدير الفني هو اللي عارف اكتر مني وعارف اكتر من حد، هو اللي بيشوف في الملعب الناس ماشيه ازاي، واقفه على رجليها ازاي، قادر يشتغل ولا لا. لكن انا بكلم من بعيد، يعني انا بقول حتى يعني في ماتشات ممكن الاهلي يكون كاسب 3 كاسب 4 كاسب 2 والدنيا سهله كده، يعيبوا يديله شويه ويشوف الدنيا فيها ايه. يعني مصر ان شاء الله تلعب مع تونس تقريبا بنسبه 90%. الاتحاد الكره التونسي رئيس الاتحاد كلم مهندس هاني ابو ريده امبارح واتفقوا على المباراه، ومستر كوبر وافق على اقامه المباراه. ممكن تبقى 8 ممكن تبقى 7، ولكن في موافقه مبدئيه من الطرفين، ان كان من المتحدات او من الاجهزه الفنيه، ان هم يلعبوا. طبعا مجموعتنا في افريقيا معانا زي ما قلت لكم مالي، اوغندا، غانا. الناحيه الثانيه تونس معاها مجموعه قويه، معاها المغرب والسنغال
واعتقد حد رابع بس مش عارف، مش متذكر مين بالظبط، لكن ماتشات صعبه جدا، مجموعه صعبه لتونس بشكل كبير جدا. ممكن ان شاء الله تبقى ماتش مهم. هو غالبا هتبقى مباراه واحده فقط قبل بطوله افريقيا. الراجل هيعمل اسبوعين فقط، يعني طبعا انتوا عارفين غالبا الدوري المصري هيقف بعد ماتش الزمالك 29 ديسمبر، والماتش ده هيكون 8 او 7، ويسافروا يوم 11 تقريبا للجابون ان شاء الله. على بركه الله نشوف ان شاء الله هنعمل ايه هناك. خلينا نسمع اخر اغنيه ونرجع نكمل كلام. اظبطها وعليها. ورجعنا لكم تاني ومعاكم ساعة كورة مع الثعلب. النتيجة حتى الآن ماتشات القائمة 2-1 المقاولين حتى الآن متقدم على امبي 2-1، ووادي دجلة حتى الآن 1-0. محمود علاء بيجيب الهدف الأول. طيب خلينا ناخد تليفوناتكم وراسلكم على 8802 وتليفوناتكم 383561. عاطف، مساء الخير عاطف. السلام عليكم. ازيك يا كابتن حازم؟ ازيك يا عاطف، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك. كله تمام الحمد لله ربنا يخليك. انت في البيت يا عاطف شكلك او في الشغل كده صح؟ لا يا فندم في العربيه. انت ايه ده مقفل قوي العربيه، صوتك كويس فيها، مش زحمه يعني ولا حاجه؟ لا الدائري والله يا كابتن زحمه بس انا في اللي طب كويس حلو. ربنا معاك. قدامك كتير على البيت ولا ايه، ولا رايح فين؟ مروح على البيت. ربنا يكرمك ان شاء الله توصل بسرعه باذن الله. قول لي عايز تقول يا عاطف، شايف ايه؟ المنتخب والزمالك. انا زملكاوي طبعا وبحب حضرتك جدا. ربنا يخليك يا عاطف. قول لي المنتخب رايك في ايه؟ مع الناس اللي بتقول ان 3 نقاط اهم، ولا مع الناس تقول الاداء اهم؟ والله يا كابتن احنا يعني شفنا قبل كده يعني الاداء في 2008 و2006 و2010 ما حصلش حاجه، ولا احنا كاس عالم ولا اي حاجه. خلينا المره دي يا كابتن نجرب ان احنا يعني نلعب كوره ونكسب وخلاص. انا شايف ان احنا يعني الراجل ماشي كويس ونديله فرصه، والتارجت بتاعه يعني انا شايف ان هو مش افريقيا، يعني كاس العالم. خدنا افريقيا 3 مرات وما رحناش كاس عالم، وكسبنا كل الفرق اللي هي راحت كاس عالم، وفي الاخر ما طلعناش كاس عالم وهم راحوا لعبوا كاس عالم. اما احنا نطلع من كاس عالم وانجولا تروح كاس عالم، يعني شايف ان احنا لا، الافضل ان احنا يعني نديله فرصه ونلعب كاس عالم. ان احنا في الاخر الاداء مش هيوصلنا لحاجه. انت لو مثلا كوبر راح افريقيا وما اداش كويس وخسر مثلا، انت هيبقى رايك ايه؟ يمشي ولا يكمل ولا نجيب حد تاني ولا ايه؟ لا يا فندم يكمل يا كابتن. يعني انا شايف ان يعني التارجت بتاع كوبر ان احنا نحافظ على كاس العالم. افريقيا يعني شايف ان هي ممكن تبقى يعني بالنسبه لنا اعداد كويس لكاس العالم. صح. يعني هو انا كنت بقول يا عاطف، معلش سمعتني، لا انا قلت الناس جايبينه عشان هدفين، نوصل كاس افريقيا ويروح كاس عالم. يعني انك تاخد بقى افريقيا دي اصل انا متاكد. بص بعديها لو ما خدناش البطوله هتلاقي ناس كتير طالعه يا عم مشوه يا مش عارف من دلوقتي يا كابتن. هو من دلوقتي الناس بتقول اداء مش كويس وبيلعب مش كويس مع ان انا شايف يعني انا كسبت غانا وكسبت نيجيريا وعامل يعني هو عامل نتائج كويسه. الاداء ممكن يبقى يعني يجي بعد كده، لكن بالنسبه لي ان انا عايز اروح كاس عالم، فبالنسبه لي النتيجه افضل من الاداء. فانا يعني اخد فرصه لغايه كاس العالم، وبعد كده احنا يعني نقف عند كاس العالم، وصل او ما وصلش دي بعد كده لما احنا نتكلم فيها. صح. طيب قول لي عايز تقول على الزمالك، مبسوط بالزمالك ولا قلقان ولا شايف الدنيا ازاي؟ والله يا كابتن يعني انا يعني الزمالك يعني شويه فوق وشويه تحت، يعني انا نفسي الدنيا تستقر والدنيا تبقى يعني اهدى من كده، ويعني كابتن مؤمن ياخد فرصته شويه ونديله يعني حتى لحد الدور الاول الدنيا كويسه، بعد كده نبتدي يعني نتحاسب في النتائج. هو دلوقتي بقت عنده اللعيبه اكتر غير الاول، والدنيا ممكن تبقى يعني واضحه بالنسبه له مع اول ماتش والثاني بعد اللعيبه كلها بترجع، هيبقى ممكن الدنيا تبقى اوضح شويه. تاني حاجه يا كابتن يعني احنا ما بنحبش كباية، لا حتى لو هو اداؤه ضعيف الفتره دي. انا يعني في لعيبه هي يعني منتبهين للنادي، يعني كابتن حازم امام هو الزمالك، يعني فما ينفعش ان انا اشوف مثلا كابتن حازم يعني يروح اي نادي ثاني بصرف النظر عن هو كنت متضايق وانت بتشوف شيكابالا مع الاسماعيلي، مع احترامي طبعا كامل للنادي الاسماعيلي. طبعا جدا يعني انا شايف شيكابالا هو يعني الفتره دي يعني رمز من رموز نادي الزمالك، فما ينفعش شيكابالا يروح يلعب في اي نادي ثاني بره. انا كان نفسي السنه دي شيكابالا يعني يشيل كاس افريقيا يعني، بس ما حصلش النصيب. بس يعني افريقيا الانديه ابطال الدوري يعني مش ولا لا ابطال الدوري.
نديله ان شاء فرصة. الله يعني يشيلها تاني، لسه السنه لسه بتبتدي اهي، والموسم لسه بيبتدي وكل شيء وارد، والفرقه دلوقتي احسن من السنه اللي فاتت يعني. طبعا فرقه بقى فيها لعيبه كتيره كويسه، في لعيبه كتيره يعني وفي الدنيا احسن من غير الاول. يعني يا ريت نساعد شيكابالا كده ان هو يرجع لمستواه يعني. انا اتمنى عاطف واتمنى يكون بيسمعنا، يكون ماشي في العربيه ويسمعك دلوقتي، اكيد هنبسط بكلامك وكلام هاني قبليك. بشكرك شكرا جزيلا يعني على المشاركه، وبشكركم شكرا جزيلا على الساعه اللي بقعدها معاك كل اسبوع دي، والله بحبها جدا، ساعتين في الاسبوع، لكن دايما